السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم قناة عمل ايدي مع ام كريم. وقبل ما ابدا الفيديو اضغطي لايك واضغطي اشتراك وفعلي الجرس واضغطي على كلمة الكل عشان يوصل لكم مني ايه كل حاجة بعملها. تعالوا النهاردة الفيديو او الروتين بتاع النهاردة بسيط وجميل في نفس الوقت. قلت بقى ايه، نتشجع كده ونغسل المواعين يعني. طبعا دي المواعين، انا طبعا قاعده مع حماتي يعني. فده روتين في مطبخي فوق. قلت بقى ايه ندردش ايه مع بعض كده واقول لكم انا طبعا فرحانه فرحانه جدا جدا. عشان طبعا انا كنت جايبه حامل للتليفون صغير فاتكسر، ورحت بقى ايه جبت حامل كبير بقى عشان بقى ايه اعرف اصور كده براحتي، واعرف بقى ايه اتنقل كده في الاماكن يعني، واعرف اصور كويس وكده. انا بصراحه انا كان مانعني حاجات كتيره جدا اصورها معاكم، عشان ايه الحامل التليفون يعني بصراحه يعني. وهقول لكم بقى انا في نفس الوقت فرحانه وفي نفس الوقت ايه زعلانه جدا جدا، عشان هقول لكم بقى على حاجه مزعلاني جدا في المطبخ، وغلطه ندمانه عليها جدا جدا من ساعه ما عملت المطبخ دوت. هقول لكم عليها دلوقتي، وغلطة هقول لكم عليها عشان ايه ممكن واحدة او حد ممكن تحصل معاه، او اللي ممكن حصلت معاه يقول لي يعني. عشان ده يعني غلطة يعني غلطة فظيعة يعني، وبتسبب لي حاجات اقول لكم عليها دلوقتي. في المطبخ يعني بتسبب لي حاجات جدا يعني اللي لاحظتها اليومين اللي فاتوا دول. وده سبب ايه؟ سبب الغلطة اللي عندي في المطبخ يعني. نغسل الاول شوية الايه المواعين دول، واقول لكم بقى ايه على الغلطة اللي انا عملتها في المطبخ من ساعة ما عملت المطبخ بتاعي ده. المطبخ ده يعني ده مطبخ خشب عامة يعني، مطبخ يعني انا كنت عاملاه من زمان من كام سنة. فده دلوقتي طبعا طالع مطابخ ألمونتال ورخام وحاجات زي كده يعني. فده المطبخ ده انا كنت عاملاه من زمان خشب. آه فاقول لكم بقى ايه على الغلطة اللي انا المفروض كنت عملتها من ساعة ما عملت المطبخ يعني. وكان وقتها بس انا يعني ايه استسهلت وقلت بسرعة بسرعة، عشان كان طبعا الشقة عندي طبعا مكركبة وكده، فاستسهلت يعني وقلت بسرعة بسرعة. فدي غلطة بصراحة ندمانة عليها يعني. انا مش هقدر اعملها دلوقتي عشان طبعا الحاجة غالية جدا وكده يعني. بصوا انا بقول لكم يعني الطاسة دي انا مخليها للبيض المقلي. يعني انا البيض المقلي انا عامله له طاسة لوحدها، فمش هينفع اعمل الطاسة اللي مثلا اطبخ فيها ما ينفعش اقلي فيها البيض. خلاص، فانا البيض المقلي ده انا عامله له طاسة لوحدها كده للبيض المقلي يعني. وكانوا عندي كده ايه كام طبق كده لحماتي يعني. وتعالوا بقى ايه بقماشة كده، قماشة المطبخ. وطبعا ايه هنمسح الرخامة او السيراميك دوت. طبعا البوتاجاز انا كنت دعكاه يعني قبل كده. آه وطبعا انا بالقماشة كده وهطوقه بس، فهو نظيف وما فيهوش اي حاجة. فقلت بقى ايه نطوقه كده بالقماشة يعني وخلاص. يعني الحاجة عندي نظيفة وكل حاجة يعني، المطبخ نظيف وكله. طبعا هنعمل الشاي طبعا ده كان العصر. وتعالوا بقى ايه هقول لكم على الغلطة اللي انا وقعت فيها. بصوا المطبخ يا جماعة، اول ما تعملي مطبخ خشب لازم تعملي رخام. ليه الرخام؟ عشان طبعا الحوض جنب المطبخ، ودوت انا عامله المطبخ سيراميك. فكانت دي اكبر غلطه عملتها في المطبخ يعني. فاوعوا تغلطوا غلطتي وتعملوا لو انت يعني عندك مطبخ او هتعملي مطبخ خشب. طبعا هو كله دلوقتي طالع الالمونتال ورخام وحاجات زي كده. فدي انا بقول لكم يعني بصوا الميه خلت الضلع في المطبخ بشك بشك كده من الميه، باشت يعني من الميه. بصوا الميه بتبقى نازله كده على الضلفه بتاعه المطبخ. وبصوا الادراج بتاعه المطبخ طبعا بيجي عليها الميه. فبرضو عامله طلعت كده القشره كده. وبصوا السواد، يعني المطبخ يعني ايه عفن كده الخشب من كتر الميه. طبعا الحوض جنب الميه، الحوض جنب المطبخ.
فبصوا شايفين طبعا ده غلط غلط غلط. بصوا الحته السوداء دي، وبصوا الفتحه اللي جنب الحوض وجنب المطبخ دي بيدخل الميه. ف... فدي غلطه غلطه بصراحه، ندمانه عليها يعني. فبصوا المطبخ اتبهدل عندي، وبصراحة هو محدش قادر يعوض حاجة دلوقتي، الحاجة بقت غالية جدا. فأنا جايبة قماشة كده ومطبقاها وحطاها كده ايه، تمنع حبة كده من المية يعني. ولو ان القماشة دي غلط يعني هي اللي بتخلي المطبخ اسود معايا وكده. فبصراحة يعني ما تكرروش. لو انت يعني هتعملي مطبخ خشب اعمليه الرخام، عشان ما تقعيش في الغلطة اللي انا ايه وقعت فيها. واتضح لي اليومين دول كمان ان انا بلاقي صراصير كده صغيرة عندي في المطبخ. ليه؟ عشان المية اللي بتنزل على المطبخ طبعا بتعمل ريحة كده، او بتعمل حاجات سودة كده في المطبخ. فبتعمل ايه، بتجيب الصراصير وحاجات زي كده. يعني ايه، ما توقعوش في الغلطة اللي انا ايه وقعت فيها. ودي غلطتي، غلطة ندمانة عليها طول عمري يعني. الا بقى لو ايه ربنا اكرمنا كده وغيرت المطبخ يعني. عملت كده ايه كوبايتين شاي كده حلوين. طبعا الشاي ده شاي العصاري كده ويعني. وده كان الروتين بتاعي بسيط وخفيف. وقلت بقى ايه اقول لكم بقى ايه، ادردش معاكم شوية كده، واقول لكم بقى ايه على غلطتي اللي انا عملتها في المطبخ، وفرحتي بالحامل الجديد بتاع التليفون يعني. لايك كده الفيديو وشير القناة. اعمال ايديا مع ام كريم، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.